فيلمنا بيبدأ بواحدة من المدن البسيطة المنعزلة واللي السكان بتوعها عايشين في سلام وهدوء، لكن كل ده بيتدمر لما بيهجم عصابة التنين الأسود على المدينة وبيقتحموا الأسوار باستخدام عربيات مدرعة عملاقة وبيدخلوا من الباب. بيبدأ أفراد العصابة إنهم يهجموا على السكان وبيخلصوا عليهم بطريقة بشعة. بيبان إن أفراد العصابة عندهم مهارات في الفنون القتالية قوية جدا ومش موجودة عند حد تاني. وبعد ما بيخلصوا على عدد كبير من السكان وبيفرضوا سيطرتهم على المدينة، بنشوف راجل عجوز اسمه تشانج تسونج وبيتكلم مع الباقي من السكان وبيقول لهم إن اللي هم فيه ده مفيش منه مهرة، لأنهم مش هيقدروا يحاربوا العصابة دي مهما عملوا. الحل الوحيد علشان يفضلوا عايشين ويحافظوا على حياتهم وحياة أولادهم إنهم لازم يستسلموا ويقسموا بالولاء للملك كينو زعيم العصابة. فعلا السكان بتضطر تعمل كده علشان يحافظوا على حياتهم وبيفضلوا يهتفوا باسمه. الناحية التانية بقى بنشوف واحد اسمه كواي، ده يبقى الزعيم السابق لعشيرة لينج واي. بيكون بيحلم كل يوم بكوابيسه انه بيجري في مكان جليدي واخوه بيجري وراه علشان يخلص عليه، ولما بيقوم من النوم بيقوم يكمل يومه الطبيعي بعد ما تخلى عن اللقب صب زيرو. ودلوقتي بقى عايش حياة هادية في مزرعة وعنده حيوانات ومحصول بيوصله كل يوم للمدن والتجار وعايش منعزل عن المشاكل. في اليوم ده بنشوف انه كواي في الطريق بالعربية بتاعته علشان يوصل محصول الخضار والفاكهة اللي معاه القرية قريبة، لكن في الطريق بيتعرض لطريقه 3 من عصابة التنين الاسود وهم كوبرا وكابال وكيرا. 3 بيوقفوه بيسألوه رايح فين، خصوصا ان مفيش اي مكان سكني قريب منهم هنا. لكن كواي ما بيرضاش يتكلم معاهم وبيكون عايز يمشي ويكمل طريقه، بس ال3 مش بيسمحوا له انه يمشي وبيوقفوه وبيهجموا عليه علشان يسيطروا على الحاجات اللي معاه وبياخدوها منه لان المحصول اللي معاه جودته عالية وطازة. بعد ما بيمشوا بيفضل بقى كابال يتكلم ويقول ان اكيد المزارع ده كان رايح لمكان قريب من هنا، وبيطلب من كيرا وكوبرا انهم يفضلوا ماشيين في نفس الاتجاه اللي كانت العربية ماشية فيه علشان يشوفوا اي حاجة قريبة من هنا. فعلا بيفضلوا ماشيين لحد ما بيلاقوا قرية وبيلاقوا عندها موارد كتير واكل. ساعتها بيقرر كابال انه يسيطر على القرية دي وبيقول لهم انه هينشق عن كينو وهياخد الموارد دي لنفسه، لانهم شغالين لحساب كينو وبيعملوا كل حاجة، وفي الاخر كينو هو اللي بياخد كل الفضل لنفسه وكل الموارد. بس المشكلة ان هما ال3 بيكونوا فاكرين ان مفيش حد في القرية هيقدر يقف قدامهم وانهم اقوى من كل السكان بكتير. لكن بيظهر لهم شخص اسمه كينشي وبيكون مقاتل قوي جدا، بيقرر انه يدافع عن القرية ويتصدى ليهم، وبيدخل في قتال مع كيرا وكوبرا وبيهزمهم هما الاتنين بسهولة جدا. بعدها بيدخل في قتال مع كابال وبيكون قتال قوي جدا، لكن في النهاية بيقدر كينشي يهزمه وبيطردهم هما ال3 من القرية. وقبل ما يمشوا بيوعدوا كينشي انهم هيرجعوا تاني ومعاهم مقاتلين اكتر المرة الجاية ومحدش هيقدر يقف في طريقهم هينتقموا منه. فعلا بيمشوا بيروحوا يقولوا لكينو اللي حصل. كينو بيقول لهم انهم لازم يردوا اعتبارهم وبيعرفهم انه هيبعت معاهم اقوى مقاتل في العصابة وهو تريمور، وبيقول لهم يخلصوا المهمة بتاعتهم ويرجعوا تاني علشان يعرفوه ايه اللي حصل. لكن بمجرد ما بيمشوا بيطلب كينو من تشانج يراقبهم من بعيد، بيقولوا انه حاسس انهم بيدبروا الحاجة هو مش مطمن ليها، يكون شاكك انهم عايزين ينقلبوا عليه علشان كده قرر يراقبهم علشان يعرف نواياهم كويس. الناحية التانية بنشوف كواي لما بيوصل القرية اللي كان رايحها واللي فيها كينشي، وبيكون لسه معاه شوية من الخضار والفاكهة اللي قادر يحافظ عليها من كابال وكوبرا وكيرا. وهناك كينشي بياخد باله من العلامة اللي على دراع كواي، بيسأله إذا كان هو ساب زيرو زعيم قبيلة لينج واي السابق ولا لأ. بيقول له كواي إنه أكيد غلطان وبيتكلم عن شخص تاني، بيعرفوا إن أول مرة يسمع الاسم ده في حياته. ساعتها بيقرر كينشي إنه يختبره وبيرمي عليه قفص من الفاكهة علشان يشوف رد فعله. كواي بشكل لا إرادي بيمسك القفص بسرعة قبل ما يأذيه، فبيعرف كينشي إنه صاب زيرو ويطلب منه يدربه وبالمقابل اللي هو عايزه، لكن كواي بيفضل يقول له إنه مش هيقدر وإنه خلاص اعتزل. في الوقت اللي بيتكلموا فيه ده بيكون وصل كوبرا وكيرا وكابال ومعاهم تريمور، بيدخلوا القرية وبيطلبوا من كينشي إنه ينضم ليهم، في المقابل هيسيبوه يعيش. كينشي بيرفض وبيكون عايز يقتلهم علشان يثبت إنه قوي ويقدر يدافع عن نفسه. في الوقت ده بيطلب تريمور منه من كواي إنهم ينحنوا ليه، وطبعا كينشي بيرفض وبيقول له إنه مش هينحني لحد، لكن كواي بيقرر ينحني، وساعتها تريمور بيضربه ضربة قوية جدا. في الوقت ده بيبدأ كينشي يقاتل تريمور وبيكون القتال قوي جدا ما بينهم هما الاتنين، لكن الأفضلية بتكون لتريمور لأنه عبارة عن صخور نارية وعنده قدرات خاصة ويقدر يطلع حمم بركانية من تحت الأرض وصخور بتمسك رجل كينشي، علشان كده بيقدر يهزمه بسهولة وبيكون هيخلص عليه للأبد. لكن في اللحظة الأخيرة بيتكلم معاه تيانج وبيمنعه إنه يخلص على كينشي وبيطلب منه يمشي. فعلا تريمور بياخد اللي معاه وبيمشوا. بعدها على طول بيروح تشانج يتكلم مع كينشي وبيقول له إنه أخذ القرار الخاطئ لما كان عايز يتحداهم، وده لأن في فرق في القوى الكبيرة جدا قوة كبيرة جدا بينهم، وبيقول له إنه يقدر يهزمهم بس لما يتعلم الأول إزاي يقدر يستخدم قوته وإزاي يقدر يخرج كل طاقته في القتال. وبياخدوه بيروحوا على مكان سري وبيقول له إنه هنا هيكتشف القوة بتاعته، وبينزلوا هما الاتنين لكهف، وهناك بيكون في كتابات مكتوبة بلغة سرية
وكنشي بيقدر يقراها. تشانج بيحمسه وبيفضل يقول له انه عنده الموهبة وانه هيكون مقاتل عظيم بمجرد ما يفتح البئر اللي موجودة في الكهف. ولما كنشي بيقرا الكلام بيعرف ان اجداده هم اللي بنوا المكان ده، وبيفتح البير. ساعتها بيخرج منه طاقة كبيرة جدا عبارة عن ارواح كانت محبوسة في البير. فجأة تشانج بيمتص كل الارواح دي لنفسه وبياخد القوة بتاعتهم وبيبدأ يرجع شباب تاني وقوته بترجع له زي الاول. وفجأة كنشي بيتعمي وبيكون مش شايف حاجة. نعرف ان تشانج كان بيستدرجه علشان يفتح البير وياخد القوة دي. وبعد ما بيعرف ان كنشي بيتعمي ومبقاش شايف حاجة بيرميه في البير وبيمشي. وكنشي في الوقت ده بيسمع صوت همس وحد بينادي عليه، ولما بيحرك ايده بيكتشف ان في جنبه سيف. ولما بياخد السيف ده بيسمع صوت بيقوله انه لو اتقن استخدامه هترجع ليه قوته تاني وهيرجع ليه صبره. وبيكون فعلا بدأ يشوف بس على هيئة امواج بسيطة وبيقدر يستخدمها وبيخرج بيها من البير، وبيكون مش عارف يمشي ازاي. لكن لحسن الحظ بيوصل للبيت، واللي بالصدفة بنعرف انه بيت كواي. الناحية التانية بنشوف تشانج لما بيوصل عند كينو ورجالته من عصابة التنين الاسود، وبيقدر انه يخلص على عدد كبير منهم ويمتص قوتهم الروحية. بيروح يقتل كينو وبيقدر يهزمه في القتال، وبيكون عايز يمسكه علشان يمتص طاقته الروحية، لكنه مش بيقدر بسبب ان كينو عبارة عن انسان آلي ومفيش عنده طاقة روحية زي البشر. ده بيخلي تشانج يفشل وبيدي الفرصة لكينو انه يرد الضرب، وبيمسك تشانج وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيخلص عليه وبيفصل راسه عن جسمه. بعدها بنرجع لكينشي وكواي بعد ما قرر كواي انه يعالجه، وبيكون كواي قلقان ان كينشي يسبب له مشاكل، وبيطلب منه انه بمجرد ما يتعالج يسيب البيت ويمشي لانه ممكن يكون سبب انه يجذب عصابة التنين الاسود لهنا، وهو مش عايز يعيش في مشاكل. وكلامه ده بيضايق كينشي وبيحسسه بالاحراج وبيخليه عايز يمشي دلوقتي. فعلا بيقوم يمشي، لكن المشكلة انه بيقع بمجرد ما بيخرج من الباب لانه مش عارف يتحكم في العصاية بتاعته. ساعتها بيحس كواي بالتعاطف معاه وبيقول له انه قرر يساعده انه يستخدم حواسه التانية ويستخدم السيف بتاعه علشان يكون مؤهل انه يخرج من هنا. فعلا بيبدأ كواي يدربه كل يوم لحد ما بيبدأ كينشي مع الوقت يتحسن ومهارته بتتطور، لحد ما بيجي يوم وكينشي بيقعد يسأل كواي ليه واحد عنده القوة دي كلها يوافق ان ينحني قدام تريمور. بيكون مستغرب هو ليه استسلم قدامه كده، وبيقول له انه عمره ما هيعمل كده. ساعتها بيحكي له كواي عن حادثة حصلت زمان غيرت حياته كلها. بيحكي له لما كان زعيم عصابة لينج واي وكان في موتى أحياء كتير في المدينة وخلصوا على أغلب السكان. وقتها كان كواي هو الزعيم وكان عنده قوة صاب زيرو، وقرر انه مش هيستسلم وفكر بكبرياء. استدعى العشيرة بتاعته علشان يدخلوا في حرب مع الموتى الأحياء، واللي حصل انه اتفاجئ من القوة اللي عند الموتى الأحياء وان عندهم قدرات كبيرة جدا وقدروا يخلصوا على عدد كبير من العشيرة بتاعته. علشان كده قرر كواي وقتها انه يستخدم قوة الجليد بتاعته وعمل عاصفة كبيرة وقدر يخلص على الموتى الأحياء كلهم. انه اكتشف انه خلص على العشيرة بتاعته معاهم وانه استخدم قوته غلط وما كانش قادر يتحكم فيها. عشان كده من وقتها وهو اقسم انه مش هيستخدم القوة بتاعته دي مهما حصل. وبيحكي له عن الحلم اللي بيحلم بيه كل يوم والشخص اللي بيجري وراه، وده اللي بنكتشف انه مش اخوه، انه يبقى كواي نفسه، وكان الماضي بيطارده كل يوم ومخليه مش قادر ينسى اللي حصل. بعد شويه بنشوف كينشي لما بيكمل التدريبات وبيقدر انه يتحكم في قوته بشكل كبير وبيستخدم حواسه كلها. وفي يوم من الايام وهو بيتدرب بيشوف دخان طالع من القريه بتاعته، وبيعرف ان كينو وصل القريه وسيطر عليها. ساعتها بيقرر انه يروح على القريه ويدافع عن اهلها، لكن كواي بيمنعه وبيقول له انه لسه مش جاهز ولو راح هناك هيموت. ساعتها كينشي بيرفض وبيقرر انه يقاتل كواي ويروح غصبا عنه، لكن القتال بيكون في مصلحة كواي وبيقدر يهزم كينشي بكل سهولة. وبعد ما بيخلص بيقرر كواي انه يسيب كينشي يروح لانه شايفه مصمم وعارف انه عايز بس ينقذ اهل المدينة. فعلا بيروح كينشي على هناك وبيشتبك مع قوات التنين الاسود وبيقدر يهزم عدد كبير منهم ويخلص عليهم، وبيقدر انه يضرب تريمور ويوقعه على الارض، لكن بيكون عدد العصابة كتير جدا وبيقدروا يصيبوه ويوقعوه على الارض. ساعتها كينو بيقبض عليه وبيقرر انه يعذبه علشان يبعت رسالة لأي حد يفكر يتحداه مرة تانية. في الوقت ده بنشوف كواي لما بيشوف اللي حصل قرر انه يتدخل علشان ينقذ كينشي، لانه لو سابه كده هيموت، خصوصا ان كينو بيعذب كينشي وبيضربه في ايده ورجله علشان يخلص عليه بالبطيء. ساعتها بيقرر كواي انه يستخدم النصل بتاعه وبيغرسه في الارض وبيعمل حريقة قدام البيت، وبيكون عايز يستدعي سكوربيون علشان يجي يساعده. فعلا بيستدعي سكوربيون اللي بيكون عنده قوة كبيرة جدا، والاتنين بيتحركوا مع بعض علشان ينقذوا كينشي. في الوقت ده بيتفاجئ كينو واللي معاه ان في عاصفة جليدية بتظهر فجأة وتكسر ابواب المدينة. فجأة بيظهر كواي لكن في شخصية صاب زيرو الأسطورية وبيهجم على المدينة هو وسكوربيون، وبيقدروا يحرروا كينشي، وبيبدأ قتال قوي جدا بينهم هما الثلاثة كل عصابة التنين الأسود. وبيدخل كينشي في قتال مع كيرا وبينجح انه يخلص عليها، اما كواي وسكوربيون بيدخلوا في قتال مع باقي افراد العصابة وبينجحوا يقتلوهم لحد ما بيتجمعوا هما الثلاثة على كينو، واللي بيظهر انه قوي جدا ومش عارفين يهزموه بسبب انه انسان آلي، فبيقدر ينجو منهم لما بيقطعوا راسه وبترجع مكانها تاني وكأنهم ما عملوش حاجة. ساعتها بيهرب منهم وبيبدأوا يطاردوه، لكن في الطريق بيحصل قتال قوي بين سكوربيون وكابال، وبينجح كابال انه يصيب سكوربيون اصابات قوية جدا،
بس سكوربيون مش بيتأثر بالإصابات دي لأنه من الموتى الأحياء. بيستخدم قدرته في النار في إنه يحرق نفسه ويحرق كابال معاه، وبينجح إنه يخلص عليه. في الوقت ده بيكون كينو وصل لغرفة سرية واستخدم جمجمة سحرية علشان يفتحها، وبيكون في ساعة رملية في الأوضة دي بتساعده إنه يتحكم في الوقت والأحداث، وبيبان إن هو اللي بعت الموتى لأحياء المدينة علشان يخلصوا على صاب زيرو. وأكبر كواي إنه يستخدم القوة بتاعته كلها وتخرج عن السيطرة، ومن وقتها هو مش بيستخدم قدراته تاني. في الوقت ده بيستخدم كينو الساعة علشان يمحي كواي من الوجود وكأنه ما كانش ليه أثر من البداية. لكن كواي بيضربه في الوقت المناسب وبينجح إنه يوقف الساعة، ويحصل قتال قوي جدا بينهم، وكينو بيقدر إنه يقطع إيد كواي. لكن كواي بيصنع إيد جديدة من الجليد وبيكمل بيها القتال وبيستخدم قوته الكاملة وبيخلص على كينو، وبيقدر إنه يرميه على التروس بتاعة الساعة وساعتها بيموت. وبعد ما بيخلص عليه بيتجمع هو وسكوربيون علشان يدمروا الساعة الرملية باستخدام قوة الجليد والنار. وبعد ما بيخلصوا بيخرج كواي وبيقابل كينشي، بيقول له إن دلوقتي هيكون هو المسؤول من بعده عن قبيلة لينج واي، وإنه بقى جاهز يبقى هو القائد. وكينشي بيكون مستغرب ليه كواي بيقول كده. بيقول له كواي إنه اتفق مع سكوربيون إن في حالة استخدامه للقوة الكاملة بتاعته مرة تانية فلازم يروح معاه على العالم السفلي. فعلا سكوربيون بيفتح بوابة علشان تاخد كواي للعالم السفلي، وكواي بيقرر يوفي بوعده ويروح معاه. بيبدأ كينشي يستعد علشان يكون هو القائد الجديد ويحمي الأرض من الشر. كده يخلص الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبك ما تنساش دعمنا باللايك والشير للفيديو، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك إشعار بكل جديد بنعمله.